يا مساء الفل. نازله تشتري الدبله؟ الف مبروك. بس تعالى اقولك على كام نصيحه تعمليها وانتي نازله تشتري الدبله. اختيار المقاس المناسب لصوابعك. ما تتكسفيش ابدا لو انتي داخله ما تعرفيش مقاسك انك تطلبي من الصاغ انك تعرفي مقاسك المظبوط، لانه بيبقى عنده الادوات اللي يقدر يعرف بيها المقاس المناسب ليكي. بس حطي في اعتبارك وانتي بتختاري المقاس ان انتي لا تجيبيها واسعه قوي ولا ضيقه قوي، لان لو جبتيها ضيقه مقاسات ايدينا شتا وصيف بتختلف، ومقاس الشمال غير مقاس اليمين، كلنا كده ما تقلقيش وربنا خلقنا كده. ولو جبتيها واسعه خلي بالك وحطي في اعتباراتك ان انت بتستعملي كريم او ايدك في المية لا قدر الله ممكن تتزحلق وتقع منك بمنتهى السهولة، فاحسن حاجة انك تجيبيها مقاس مظبوط. طيب هو المقاس المناسب ده اعرفه منين؟ لخبطتينا ولا طويلة ولا رفيعة ولا قصيرة ولا تخينة؟ طب اعرفه ازاي؟ بصي مثلا انا لابسة الدبلة واسعة من تحت، طب بس هي ما بتقعش، بتيجي في العظمة دي وتفرمل. العظمة دي هي لازم الدبلة ما تعديش منها، يعني لو الدبلة عدت بسهولة او حد قلعها لك بسهولة من ايدك فدي كده تبقى واسعة عليكي. فلازم الدبلة تيجي عند حاجة معينة عند العظمة بتاعة صباعك وتفرمل. اهم حاجة برضو ان انت تبقي نازلة محددة اختياراتك، هتشتري عيار 21 ولا 18 عشان ما تشتتيش نفسك. زمان كان ال 18 بينزل منه اشكال والوان، بس برضو دلوقتي ال 21 بيتعمل منه اشكال والوان. مش شرط اجيبها صب وصب يعني هي تقيلة كلها دهب، ده كان زمان ووزنها بقى تقيل قوي عشان يخليكي تجيبي حاجات تانية جنبها. ممكن تجيبيها نفخ، الحاجات الجديدة اللي طالعة، ولكن حطي في اعتباراتك شغلك عامل ازاي ويومك عامل ازاي، يعني تجيبي دبلة تستحمل معاكي ما تتكسرش بكل سهولة من اقل حركة. تالت حاجة حطيها في اعتباراتك الشكل المناسب لشكل ايدي. يعني مثلا عندنا خطوط عريضة بتقول لو صوابعك طويلة ورفيعة فاختاري دبلة عريضة، لو صوابعك قصيرة شوية ومليانة فاختاري دبلة رفيعة. ولكن سيبك من كل الكلام ده ولا كأنك سمعتي حاجة. اهم حاجة يبقى انت مرتاحة لشكل الدبلة في ايدك وشكلها عاجبك. انا مجرد بسهل عليك الافكار وبرتبها لك، ولكن في حاجة مهمة قوي وانت بتختاري الدبلة، حطي في اعتبارك انك تختاري تصميم او شكل مهما ظهرت اشكال حديثة تحسي ان اللي معاكي دايما جديد ما بيقدمش. عايزة اقولك انه مش عيب خالص انك تنزلي تلفي على المحلات وتتفرجي على كل الكولكشن الجديد بتاع الدبل والتصميمات الجديدة اللي نزلت، وبالمرة تعرفي مقاسك، عشان ساعة الموقف الموضوع بيبقى محرج جدا ومربك جدا، وده ممكن يخليكي تختاري اي دبلة انتي اصلا مش حباها عشان تتجاوزي الموقف. خليني اقولك نصيحة اخيرة واعتبريها نصيحة كيوت الدهب. اهم حاجة في ده كله اختيارك للدبلة، ده قرارك انتي، فما تخليش حد يأثر عليه علشان بعد كده ما تندميش من القرار ده او التسرع. اتأكدي من الدمغة، اتأكدي من عيارك، اتأكدي من ميزانك، وبكده تقدري تشتري الدبلة بكل سهولة وانتي مطمنة ومش ندمانة لقرارك ومش متسرعة عشان ما ترجعيش تغيريها في اقرب وقت. واخيرا لو المعلومات دي كانت مفيدة ليكم اعملوا شير للفيديو وعرفوا صحابكم اللي نازلين يدوروا على دبل ازاي يرتبوا افكارهم وايه الخطوط العريضة اللي بناء عليها يقدروا يشتروا دبلة. قولوا لهم كمان ان الهاشتاج بتاع كيوت الدهب موجود على كل البلاتفورم. الف مبروك، سلام عليكم.